دلك البيضة أو دلكة فيتامين سي. هذه الطريقة أنا أستخدمها صراحة من 11 سنة. أول شيء فانستر حتاخذ شيء مرة بسيط، شايفين زي كذا هتحطيها هنا. ذا عبارة عن رز مطحون، مرة مطحون ناعم لو تلاحظي، حمص ترمس. الحمص والترمس يكونوا مرة قليل، يعني مثلا لو كيلو رز حتحطي 4 ملاعق كبيرة أو نص كيلو حمص وترمس. يعني بعض الناس يتحسسوا. أهم شيء الشوفان والرز أهم حاجة. الشوفان حينطحن تمام. ثاني ليش دلك بتطيب أو بتفتح أو يعني بتشوف تغير، إحنا أكتر شيء نستخدم اللي هو المحلب. ده المحلب اللي ما يعرفه، يعني شوف واضح ده المحلب نشف، شايفه نشف عادي. ده برتقال، شو برتقال، بس أنا ما حستخدم دي لأنها أنا سويتها في الغلاية، سويت جربت في الشمس، جربت ايش تاني يا رب، يعني جربت القلاية، الشمس، جربت الفرن، كلها تطلع سودا. فأنا أوريكم واحدة إنه أنا جففتها بنفسي، جففتها بجهاز، بوريكم كيف. احنا بنتجوز من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، ربنا وسئلنا وانصرنا وضعفني. أعوذ بالله الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب الآن طريقة استخدام دلكة فيتامين سي، طبعا هذا الطريقة الصح، أما إنك تخلطيه بموية مرة مو كويس، يعني تلصق فيه وما حتقشر لك البشرة. أول شي حط الزبادي الكمية اللي تناسبك، تقريبا ملعقة أو ملعقتين، لكن كامل الجسم حتكون علبة كاملة. وحاليا حسوي شي بسيط بس. بعدين ملعقة زيت، الزيت شي مرة بسيط، شايفين كذا بس ده زيت. بعدين شوية ماء ورد بس عشان يخفف القوام. ماء الورد إذا كانت علبة زبادي كاملة حتستخدم الفنجان أو 3 ملاعق. ماء الورد تكون كذا بس، أكثر من الزيت بشوية يعني، بس عشان تخفف القوام. لا نحط بودرة اللي هي الزيت، بس لو تشموا الريحة تجنن معي. مع زبادي ريحة تطلع أكثر. هنستخدم الكمية دي ملعقتين صغيرة يعني، أو ملعقة كبيرة أو ملعقتين صغيرة. أما الجسم كامل تقريبا 3 ملاعق حسب جسمك، يعني 3 ملاعق 4 ملاعق، بس القوام حواليك كيف القوام يكون تعرف توزنه. هي كذا شي بسيط، شوي دي ملعقتين بحسها بس كثيرة. أنا أحسه شوية ثقيل، بس شوية مايتها. شايفة زي كذا، حتى لو كان أخف عادي، مثل لو كان زي كذا في بعض التسوية أخف. شايفة لو كان أخف زي كذا الآن زودت مايته، أنا أسوي أخف زي كذا عشان يرطب الجلد أكثر، بعدين لما تيجي تشيلي ينزل. شايفة كذا يعني ما يكون خفيف مرة ولا ثقيل. ده كان زي كده صارت جاهزة، وزعيها على كامل جسمك. لو تلاحظ قوامها شوية خفيف، يعني مو مرة ثقيلة ولا مرة سايلة. وافركي كذا يعني تقريبا من دقيقتين ل5 دقائق جسمك كامل، وافركي بشكل مرة خفيف لأنه هي فيها حبيبات حتقشر بشرتك. وخليها شوية لين تنجف، يعني تقريبا 7 دقائق حتكون بشرتك لين تحسيها نشوت شوية، مو نشوت بالكامل، يعني شيء بسيط. بعدين ارجع افركي مرة ثانية زي كده، شايفين كيف نشفت، لكن بشيء مرة بسيط مو نشفة بالكامل. ارجع افركي زي كده، حتطلع لك الجلد الميت والأوساخ المتراكمة.
وخليها من دقيقتين ل3 دقايق لين تنشف شوية. شايفين كده خلاص نشفت، ما جفت بالكامل أو جفت تماما، يعني شيء بسيط أقدر أقشر فيها بشرة كده. خلاص هحط شوية زيت عشان أنزلها. الزيت عشان لا يخليها تلصق أو تنزل، يعني حتى لو ما استخدمت زيت ورحت أخدتي شاور عادي جدا، بس الزيت أفضل صراحة. إنك هترطبي وهتاخدي شاور بموية بس، ما هتاخدي بصابون، هتاخدي بموية. الصابون يعني بعد ساعة لا ساعتين حتستخدمي صابون في جسمك، بس ديكة فيتامين سي ما فيها ريحة، فما أشوف يحتاج إنك تاخديها بصابون أبدا، فخدي شاور بموية بس. تقريبا فعاليتها زي الحمام المغربي بالضبط، يعني لو ما سويتي حمام مغربي وحابة شيء سريع عادي ما عندك مشكلة، استخدمي ديكة فيتامين سي. وأي شيء حابين تعرفوه اكتبوا لي في كومنت وإن شاء الله ما أقصر معاكم.